السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي أخوتي المتتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم فيديو جديد، غندوز معكم المقادير وطريقة التحضير. هنا في المقادير عندي معلقة كبيرة ديال النافع بعد ما طحنته وغربلته أخواتي ونقيته وطحنته وغربلته، معلقة ديال حبة حلاوة حتى هي نفس الطريقة، غربلت نقيتها وطحنتها وغربلتها. واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة، واحد المعلقة ديال القرفة، هنا خمارة. وندوز معكم المقادير الباقيه ان شاء الله، والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو بالصحيحه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا راه عندي دقيق الحلويات، كنعبر بكاسه العلبه اخواتي. هنا 3 الكيسان، الرابع. المهم هزات هنا درت انا 5 الكيسان ونص اخواتي ديال دقيق الفورص. هنا درت النص. ندير كاس ونص ديال الزنجلان. نتوما توا بعد ما غسلته ونقيته اخواتي، راه ما حمرتش هادشي اللي درت في بحال الشباكيه، راه ما كنحمرش الزرارع اخواتي، غير كنغسلهم ونقيهم هادشي وكنطحن صافي. حتى الزنجلان راه هكاك درت ليه، غير غسلته ونقيته صافي. كندير المهم كما كتشوفوا غنجمع المقادير كامله. كنزيد ديك المعلقه ديال حبه حلاوه، معلقه ديال القرفه، ديك المعلقه الصغيره راس معلقه صغيره ديال الملح اخواتي باش كتحيد داك البسوله ديال الحلاوه. من النافع كما كتشوفوا غنخلط بالطريقه هذه. والزبده، ديروا الزبده حيوانيه اخواتي كتجي زوينه بهاد الحليوه هذه المعسله، ما ديروش مارغرين. كما كتشوفوا دوبت حتى حيد منا كاع دوك الشوائب. نص كاس ديال الزبده اخواتي، نص كاس ديال ماء الزهر، وهذا كاس الماء اخواتي عادي. كنجمع العجين ديالي كما كتشوفوا. نتمنى تشجعوني ونتمنى تخليو لي تعاليق زوينه، تشجيعات ليا اخواتي، جزاكم الله خيرا. من نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. المهم كما كتشوفوا راه تقريبا هزت ليا 2 كيسان ديال الماء بداك نص كاس ديال ماء الزهر. كما كتشوفوا راني خويت الكاس كامل مع داك نص كاس ديال ماء الزهر مع داك نص كاس ديال الزبده اخواتي. اي حاجه زوينه نشاركها معكم اخواتي، نتمنى غير التشجيعات ديالكم، هادشي اللي كنتمنى اخواتي، ونكون عند حسن الظن ديالكم. لا راني زدت نص كاس، ما غاديش نديرو كامل. وكنجمع العجين ديالي. خص العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش عاوتاني خفيفه اخواتي. المهم خليكم معايا حتى نجمع هاد العجين ديالي ان شاء الله. اللي كتجي الشباكيه صعيبه ولا كتجي قاصحه يدير هاد الشكل هذا، راه نشاركو معكم اخواتي. المهم انا غنجمع العجين ديالي ندلكها شويه، ندخل فيها المكونات كاملين. هنا راه ما درتش داك نص كاس كامل، المهم تقريبا راه هزت ليا كاس ونص، يعني مجموع 2 كيسان بالماء بداك نص كاس ديال ماء الزهر. المهم كما كتشوفوا غنخدم العجين ديالي ونرجع معكم. كما كتشوفوا بعد ما دخلت المكونات وكنقسم العجينه على 2 ديال بريصات كما كتشوفوا. كما كتشوفوا غنغطي هذه، نخليها باش ما ديرش ليا ديك القشره. وغندوز نسرح البريصه الاخرى كما كتشوفوا.
ضروري دير شويه ديال الدقيق، غير شويه، ما تكثروش الدقيق اخواتي باش ما تلصقش ليكم. انا كنسرحها كما كتشوفوا بالدلاك. ضروري ديروها رقيقه اخواتي باش كتجيكم زوينه في الطياب، ما كتجيكمش مدقصه. المهم هنا غنستمر حتى نسرح العجين ديالي ان شاء الله ونرجع معكم هنا كما كتشوفوا. هانتوما السمك ديال العجين اخواتي رقيقه، وغادي نقطعها كما كتشوفوا على هذا الشكل. حيد الجوانب، يمكن نحيد هاد الجوانب هادو، وكنقطع العجين ديالي اخواتي. كنحاول نشرح لكم اخواتي على حساب كاينين الاخوات مبتدئات. المهم كما كتشوفوا حيد دوك الجوانب. نتوما كتحاولوا تسرحوا العجين ديالكم، ما تخليوش كاع دوك الجوانب يبقاو خارجين، تجي العجينه مقاده. انا كما كتشوفوا كنقطع على اشرطه، ما تكونش اشرطه غليظه اخواتي. هنا كما كتشوفوا بعد ما قطعت العجين ديالي بهذا الشكل، كنهز معكم كما كتشوفوا هذا الشريط هذا، وكيبقى لكم الاختيار، اما ديروا هذا الشكل اللي درت انا، اما ديروا شكل بليغات. المهم انا درت هذا الشكل هذا عجبني، شاركته معكم اخواتي. وكتحاولوا توسعوا الصبيعات ديالكم باش كتجيكم ديك الحليوه ديالكم كتجي واسعه، ما كتجيش، ما خصهاش تكون واسعه بزاف. المهم تفسعوا، غير توسعوا صبيعاتكم شويه باش كيجي داك الدور اللي الوسط كيجي مفارز مع الاخر. انتم درت انا هذا الشكل هذا، وكما قلت لكم كيبقى لكم اختيار، ديروا شكل كرافطه، اي شكل عجبكم اخواتي ديروه. من هذا الشكل اللي درت راني شاركته معكم، كنحاول نشرح لكم كما كتشوفوا. كندور على هذا الشكل هذا، وكنقطع هنايا. متزيروش اخواتي العجينه على صباعكم بزاف، ممكن ديروا لها بحال هكا باش كتجي. ولا كانت العجينه شاطت لكم بزاف في هذيك البلاصه فين كتقرصوا، يمكن لكم تنقصوها اخواتي. المهم على هذا الشكل هذا راه كتجي رائعه. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هذه المعسله ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا بعد ما كملت العجينه ديالي في التقطاع، المهم تبارك الله خرجت لي كميه لي زوينه. وندوز معكم للقلي. وضروري اخواتي كديروا تقليو على نار مهيله، سواء كاع المعسلات خصكم ديروا تقليوهم على نار مهيله اخواتي باش ما يتحرقوش لكم وكيطيبوا مزيان. انا بعد ما سخنت الزيت راني رميت المعسله ديالي كما كتشوفوا كتقلى. انا بعد ما كملت المعسله ديالي قليتها وطفيتها في العسل. هانتوما جات رائعه وجات لذيذه اخواتي، جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله. والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والسلامه، لا فاقدين ولا مفقودين. ايوا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وشكرا لكم، الصحه والراحه حتى نتوما. انتم راه طايبه وشربه العسل اخواتي، راه التصوير ما كيعطيش الحق ديالها اخواتي. انتم وجزاكم الله خيرا اخواتي. انتم كنوري لكم التفصيل كامل، جربوها اخواتي.